كلياتكم تحددوا مين اللي طلعني، ابو خبرونا خي. مشان شي مشان له ميرسي بيبي، ميرسي انك طلعتني. بيكون في حفلة فيها شوية اولاد صغار يقبرني ربهم، انا مستعد اقضي عمري عم غني لهم، لانه هذا الجمهور اللي ما اكبر شوارب ما بيعرف يجيبه. اوكي، بتضووا عليه بالاعلام شهرين. حفلة امبارح ستارز اون بورد، كل عالم يمكن كان فوق ال 22 سنة، يمكن كان فيها آلاف كتر خير الله. وهي الحفلات مكررة جدا، عملت تور بأمريكا وبكندا، وعملت كتير حفلات من هذا النوع. عملت حفلة مراسي بمصر من هذا النوع، أنا بعمل للجيلين. بتحكوا عنها ما بتحكوا عنها. شاطر بس واحد فنان كبير على أساس يكب سم علينا ويحاربنا من تحت لتحت، لأنه قلنا كلمة حق مرة من المرات إنه لا هذا تبع أولاد. طب وحياة عينيكم، وحياتك يا أمي، أنا ما فتت لهون للفن رغم كل المحاربة اللي أنا هلا والجو هذا، لدرجة إن قفرتوا ولك الجمهور نفر منكم. يعني بشوف أحيانا هيك بشيك على الكومنتات إنه ما عندكم قصة غير الشامي بتقلكم. الناس عم تقلكم ما عندكم قصة غير الشامي تحكوا عليها خيي. ليه عم تحاربوا للصبي؟ صارت الناس تقلكم ليه عم تحاربوا للصبي هلاد؟ بس وحياة عينيكم اللي جاي كتير حلو وكتير ممتع وكتير بيسلي. ومساء الخير. ما حتعرفوا تلاقوا علي ثغرة لاني كتير حقيقي، لاني كتير واضح وصريح مع العالم، لانه هذا انا ومستفزكم انا كرمال هيك. انا لحد اعمل لايف انه عندي كم شغلة كتير مهمة، وعم حضركم كتير اشياء كتير مهمة، ويشهد الله زرعنا كتير بالسنة الماضية، كرمال الجمهور المحب وكرمال الناس المحبة. بس كل ما بتزيد المحبة وكل ما عم نسعى لنكبر الجمهور بلاقي ذات الحرب، بلاقي الناس يلي جماعتنا هدول عم يضربونا من تحت. لخي ليه عم تضربني؟ ليه عم تكب سم علي بالاعلام؟ انا شو عملتلك؟ انا زلمة جيت غنيت نشرت طلعت حفلة، بعرف انا زلمة ابن مسرح، غنيت بالحفلة نجحت حفلاتي وانطلقت مثلي مثل باقي الفنانين. شو هالحالة الغريبة